في يوم 1 مارس سنة 1811 كانت القاهرة على موعد مع أكبر عملية اغتيال سياسي في التاريخ. العملية اللي راح ضحيتها أكتر من 450 واحد من المماليك، وهي مذبحة القلعة. المذبحة اللي قدر فيها محمد علي إنه يقضي على كل خصومه السياسيين في يوم واحد وفي ساعة واحدة. وزي أي حدث محوري في التاريخ اختلف المؤرخين ما بين مؤيد ومعارض، فمنهم اللي شاف إن مذبحة القلعة كانت ضروري تحصل علشان يقدر محمد علي ينفرد بحكم مصر ويقدر يسيطر على مقاليد الأمور، ومنهم اللي شاف إن مذبحة القلعة كانت نقطة سودة في تاريخ محمد علي، وإنه كان أفضل ليه ولسمعته إنه يتخلص منهم وجها لوجهه في ساحات القتال. إيه اللي حصل يوم المذبحة وليه محمد علي فضل إنه يتخلص منهم بالشكل ده؟ وإيه قصة المذبحة اللي عملها العثمانيين للمماليك قبل محمد علي؟ وإزاي كل اللي سعى ليه محمد علي اتحول ضده؟ وإزاي أصابته لعنة الدم هو وأهله؟ وإزاي انتهى الحال بيه للخرف والجنون؟ هو ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. لو أول مرة تشوفني، أنا أحمد صبحي ودي قصة جديدة من كتاب التاريخ. تابع للنهاية واعمل لايك وسبسكرايب، ولو هتعمل شاي اعمل لي معاك. في كتابه ودخلت الخيل الأزهر ذكر الكاتب محمد جلال كشك إن مصر قبل الحملة الفرنسية كان بيحكمها أسوأ أمراء المماليك في تاريخ دولتهم، واللي استمرت أكتر من 500 سنة، وإن المماليك اللي صدوا هجمات التتار وأنهوا الوجود الصليبي انتهى بيهم الحال للاعتماد على الإنجليز والفرنسيين للوصول لعرش مصر، وإنهم بقوا تابعين ليهم بشكل كامل. بس قبل ما نبدأ تعال نبص بصة على أطراف الصراع السياسي اللي كان داير في مصر وقتها. اولا عندنا العثمانيين اللي كانوا بيحكموا البلد عن طريق والي. الوالي ده كل دوره في الحياة انه يجمع الضرايب ويبعتها لهم في الاستانة، وكان الوالي ده بيحكم الوجه البحري كله. واما الصعيد فكان بيبقى تحت سيطرة المماليك، وكانوا برضو بيدفعوا الضرايب للوالي علشان يبعتها للاستانة، لكنهم كانوا بيدفعوها مقدم ويلموها براحتهم من الناس، وده معناه انهم كانوا بياخدوها اضعاف مضاعفة من الشعب المصري. وعندك الانجليز اللي مستنيين الفرصة المناسبة علشان يدخلوا يحتلوا البلد. واحتلال مصر بالنسبة لانجلترا كان مسألة حياة موت، لأن إنجلترا في الوقت ده كانت محتلة الهند، وهي أهم مستعمرة بالنسبة لهم، أو تقدر تقول إنها الفرخة اللي بتبيض لهم ذهب. وكانوا محتاجين مصر علشان يأمنوا طريقة تجارة ما بين إنجلترا والهند، وهو نفس السبب اللي احتل عشانه نابليون مصر، وهو قطع طريقة تجارة على بريطانيا، بالإضافة لمحمد علي واللي كان قائد قوات الأرناؤوط، أو اللي هي القوات الألبانية، واللي وصلت مصر سنة 1801 مع مجموعة من الفرق العسكرية العثمانية اللي كونها السلطان. وكانت الفرق دي من سوريا وتركيا وقبرص وألبانيا. وبيذكر المؤرخ المصري عبد الرحمن بيه الرفعي إن محمد علي شاف مصر مكان مناسب لممارسة قدراته العسكرية وحنكته وبعد نظره. وبيحكي عبد الرحمن بيه الرفعي عن بدايات محمد علي في مصر في كتابه تاريخ الحركة القومية، إن قائد القوات البحرية العثمانية كوجك حسين باشا طلب من محمد علي وقواته إنهم يواجهوا قوات نابليون في قلعة الرحمانية. وبالفعل توجه محمد علي للقلعة، لكن لحسن حظه إنه قبل ما يوصل كانوا الجنود الفرنسيين جالهم أمر بإخلاء القلعة وسيطر عليها بدون قتال. وبعت محمد علي لحسين باشا وقال له كله تمام والقلعة تحت السيطرة. وطبعا محمد علي ما قالش لحد ان الفرنسيين كانوا مشيوا قبل ما يدخل القلعة، وده اللي خلى حسين باشا يتبسط منه ويرقيه لرتبة بكباشي. عشان توصل الاخبار بعدها للوالي العثماني في القاهرة خسرو باشا، ويعلي على حسين باشا ويقوم مرقي محمد علي لرتبة لواء. كل ده ومحمد علي ما ضربش طلقة واحدة في الهواء. وبعد خروج القوات الفرنسية هديت الامور في البلد نسبيا، وكان المفروض ان حسين باشا قائد القوات البحرية هو والصدر الاعظم يرجعوا تاني على الاستانة، لكن كان في مهمة صغيرة كانت معاهم مديها لهم السلطان العثماني، وهي انهم يتخلصوا من المماليك. وقتها قرر حسين باشا ان يدعو مجموعة من المماليك لزيارة مقره في اسكندرية، وفعلا لبى امراء المماليك الدعوة وتوجهوا لاسكندرية وقضوا اليوم معاه في قصره وكلوا وشربوا واتبسطوا. وبعد نهاية العزومة عرض عليهم حسين باشا انه يوريهم البارجة الجديدة اللي جابها للاسطول العثماني، ونزل معاه المماليك وخدوا قارب من ابو قير لحد البارجة. لكن اول ما وصلوا عند البارجة لقوا قارب تاني بيعترضهم وبيقول لهم انهم معاهم رسالة من السلطان العثماني لحسين باشا، وانهم محتاجين رد ضروري على الرسالة دلوقتي. فانتقل حسين باشا من القارب اللي فيه المماليك للقارب التاني، وبمجرد ما انتقل اتحرك القارب شوية، وهنا حس المماليك بالقلق، وطلع فعلا شكهم في محله، وظهر مجموعة من الجنود على ظهر البارجة وبدأوا يضربوهم بالرصاص.
ومات كل المماليك اللي كانوا على القارب ما عدا كام واحد اللي قدروا ينطوا ويلحقوا نفسهم. وفي نفس الوقت في القاهرة كان الصدر الأعظم عامل مذبحة زيها للمماليك في قصره، لكن الصدر الأعظم كان حنين شوية وما قتلش حد من المماليك واكتفى بحبسهم، عشان تيجي بعدها انجلترا وتعترض على اللي حصل ده ويهددوا السلطان العثماني انهم لو ما خدوش جثث المماليك اللي ماتوا والمماليك المحبوسين هتقوم الحرب. فالسلطان العثماني كالعادة كش وعمل لهم اللي هم عايزينه. والسؤال دلوقتي هو ليه السلطان العثماني كان عايز يخلص من المماليك؟ الإجابة إن المماليك فكروا إن بعد خروج الحملة الفرنسية الساحة هتفضى وإنهم هيرجعوا يحكموا تاني البلد وهياخدوا كل الامتيازات اللي كانوا بياخدوها قبل الحملة. لكن السلطان العثماني كان شايف ان المماليك مقيدين سلطة الدولة العثمانية على مصر ومخلياهم مش عارفين يسيطروا عليها، وده اللي خلاه يعمل المذبحة دي علشان يخلص منهم. ومش بس كده، ده حرص ان المذابح دي تبقى على ايد اعلى رتبتين في الدولة، وهم يوسف ضيا باشا رئيس الوزراء وقائد القوات البحرية كوجك حسين باشا. وبكده فهم محمد علي ان العثمانيين نفسهم يخلصوا من المماليك، وقال لك يبقى انا لو قدرت ان انا اخلص من المماليك ده هيقربني للسلطان، والمهم انه هيقربني كمان من عرش مصر. ولما ادرك محمد علي اهمية الزعامة الشعبية ومكانتهم في قلوب المصريين، بدأ محمد علي يخطط كويس علشان يقرب للزعامة الشعبية، واللي هم الشيخ عمر مكرم والشيخ السادات والشيخ محمد الامير والشيخ الفيومي. ومحمد علي في الوقت ده كان قايم بدور اللهو الخفي او الطرف الثالث اللي كان بيحرك الاحداث علشان في النهايه تخدم مصالحه. وخطه محمد علي للوصول لعرش مصر كان ليها محورين، اولهم التقرب من الشعب ومن شيوخ الازهر، والتاني هو عدم السماح باستقرار امور الحكم. وده معناه ان اي والي او شيخ بلد هيتعين لازم يبقى عنده مشاكل، والمشاكل دي كان محمد علي بيعملها له بنفسه، واغلب الوقت كان محمد علي بيقدر يحقق الهدفين في كل خطوه بياخدها. وتقدر تقول ان محمد علي كان بطل العالم في ضرب عصفورين بحجر واحد. وهديك مثال كده، ولو ان الموضوع ده محتاج فيديو لوحده، بس قبل ما اقولك المثال ده هحكي لك موقف كان حكاه الجبرتي. وبيقول الجبرتي ان محمد علي اتقال له في مره ان في كتاب اسمه الامير لسياسي ايطالي اسمه ميكافيلي، فكلف محمد علي مترجم اسمه ارتين كان شغال معاه انه يترجم له الكتاب ده ويديله كل يوم صفحه منه. ولما وصل للصفحه ال10 محمد علي قال له كفايه كده، انا عندي حيل عمرها ما كانت تخطر على بال ميكافيلي ده. وتعالى بقى اقول لك المثال اللي بيبين قد ايه محمد علي كان داهيه. في سنة 1804 اتعين عثمان بيه البرديسي في منصب شيخ البلد، واللي هو بمقام الوالي على مصر. في الوقت ده قل منسوب النيل، وده طبعا أثر على الزراعة وعلى المحاصيل، وزاد الطلب على الغلة بسبب خوف الناس انهم ما يلاقوهاش بعد كده. وحالة الذعر دي خلت الأسعار ترفع جدا. ومش بس كده، ده كمان جنود المماليك والأرناؤوط في الوقت ده اعتدوا على الناس وسرقوهم ونهبوا ممتلكاتهم، وده بسبب ان كان ليهم مرتبات متأخرة. فراح الجنود لبيت البرديسي واعلنوا احتجاجهم على تأخير الرواتب، فاستنجد البرديسي بصديقه محمد علي عشان يتوسط له عند الجنود ويحل الأزمة. وفعلا اتوسط محمد علي وهدى الجنود، لكن البرديسي ما كانش عارف يعمل ايه لان الخزنة كانت فاضية. فالبرديسي ما كانش قدامه الا انه يرفع الضرائب على الشعب علشان يعدي الأزمة دي، لكن الشعب امتنع عن دفع الضريبة وبدأوا يعتدوا على موظفين الضرائب، ونزل جنود المماليك الشارع فاتضربوا هم كمان مع الموظفين، وزادت الفوضى في الشارع. وفي اللحظة دي ظهر محمد علي وانضم للشعب وطمنهم ووعدهم ببذل الجهود لرفع الضريبة، وتعهد بحماية الشعب من اعتداء المماليك. والتصرف ده خلى الشعب وقادته يبصوا لمحمد علي على انه الراجل الحكيم العادل اللي بيعرف يتصرف في الازمات. بس طبعا ده ما يمنعش محمد علي انه يشوف مصلحته هو كمان. اما محمد علي بعت جنوده لبيت البرديسي في النصرية، وبعت جنود تانيين لبيت ابراهيم بيه في بركة الفيل. وهنا المماليك بقوا في وضع سيء، الشعب من ناحية ومحمد علي من الناحية التانية. راح عثمان البرديسي قال لك يا فكيك وهرب على حلوان، وابراهيم بيه هرب على الصحراء، ومنها هرب الاتنين للصعيد. كده محمد علي قدر انه يكسب ثقة واحترام الشعب، وكمان اتخلص من 2 من امراء المماليك. وانا تقريبا نسيت اقول لك ان محمد علي هو اللي سخن جنود البرديسي علشان يطالبوه بمرتباتهم. محمد علي عمل نفس الحركة مع كل اللي مسكوا منصب الوالي، واولهم خسروا باشا سنة 1803، وده لما سخن جنوده عليه وخلاهم ولعوا في بيته. وخسروا باشا ده اللي كان سبب في ترقيته زي ما قلنا، وبعد منه طاهر باشا اللي كان القائد العام للقوات الألبانية في مصر. محمد علي خلى جنوده وقتلوه لما بقى الوالي، وبعد منه خلع أحمد باشا بعد تعيينه بيوم واحد، وبعد منه علي باشا الجزائرلي، وبعدها هرب البرديسي وابراهيم بيه، وهو نفس اللي عمله مع خورشيد باشا الوالي العثماني اللي اتعين بعدها بسنة. خورشيد وقتها بعد جاب فرقة من الجنود العثمانيين للقاهرة علشان يعمل توازن بين عدد القوات العثمانية وعدد القوات الألبانية في مصر.
ويعني تقدر تقول انه كان خايف من سيطرة محمد علي. فمحمد علي طبعا ما يتوصاش، لدرجة ان الشعب راح لعمر مكرم وطلبوا عزل خورشيد، فعمر مكرم قال لهم خلاص خلعناه. فمحمد علي سألهم طب انتوا عايزين مين؟ فالشعب قال له احنا عايزينك انت، لما التمسناه فيك من العدالة والتقوى. فمحمد علي قال لهم انا. محمد علي في الوقت ده ما كانش عايز حد يحس ان هو سبب في اي حاجة من اللي كانت بتحصل دي، وقعد يمثل شوية عشان يوهمهم انه ما كانش طمعان في الحكم. لكن في النهاية اتعين والي سنة 1805، ودي كانت اول مرة في تاريخ العثمانيين كله ان شعب هو اللي يختار الوالي بتاعه. لكن الشعب قبل ما يعينه قال له ان انت هتتعين بشروطنا، وان عمر مكرم هيبقى رقيب عليه. وفي الوقت ده المماليك اتكسرت شوكتهم وما كانش فيه الا محمد بيه الألفي بس، وكان كل شويه يهاجم قوات محمد علي. لكن وفاه الألفي سنه 1807 ريحت محمد علي من المماليك خالص، وده اللي خلاه بعدها انه يتخلص من الزعامه الشعبيه ومن عمر مكرم بنفيه لدمياط، وبكده يبقى محمد علي ضمن ان محدش هيقدر ينافسه على السلطه في مصر. واستقرت الامور مع محمد علي وبدأ يعمل اصلاحات. لكن السلطان العثماني طلب منه تجريد حمله على الحجاز لمواجهه قوات آل سعود، لكن محمد علي مطله. فالسلطان قال له يا محمد علي ما تنساش ان ابراهيم ابنك عندي رهن هنا في الأستانة. طبعا محمد علي ما كانش بيفكر في ابراهيم خالص. محمد علي كان شايف انه لو خرج الحملة دي الساحة هتفضل للمماليك، وده معناه انهم ممكن يسيطروا على حكم مصر لعدم وجود جيش. ففكر محمد علي انه يمارس هوايته المفضلة وهي ضرب عصفورين بحجر واحد. وفكر محمد علي ساعتها انه يعمل حفلة يعزم فيها المماليك بمناسبة خروج ابنه توسن على رأس التجريدة المصرية على الحجاز. وتوسن كان أحب أبناء محمد علي ليه. ولو عايز تعرف إيه قصة رهن إبراهيم باشا في الأستانة دي فدي هنخليها الفيديو تاني. المهم إن محمد علي اتفق هو ولازغلي على سيناريو الحفلة، وتحدد يوم الجمعة بعد الصلاة. وفعلا راح المماليك متشيكين ومتأمعين، وقابلهم الباشا وشرب معاهم القهوة وشكرهم على الحضور. وبعدها اتضربت الطلقة اللي كانت إشارة تحرك الموكب، وخرج الموكب ووراه المحافظ وقائد الشرطة. وقبل خروج المماليك اتقفل الباب من بره، وبدأ الجنود الألبان يطلعوا السور ويضربوا النار على المماليك. في الوقت ده الشعب كان ماشي مع الموكب وعمالين يهيصوا، لحد ما سمعوا حد بيصرخ وبيقول شاهين بيه اتقتل. وجوه القلعة كان الضرب مستمر والجثث عمالة تتكون فوق بعض. وقدر واحد من المماليك انه يهرب من الضرب ويوصل لقصر الحريم، وقال وهو سايح في دمه انا في عرض الحرم. وبيقال ان امينة هانم مرات محمد علي خرجت وقالت للجنود سيبوه، لكن الجنود قطعوا راسه ولا احترموا وجود مرات محمد علي ولا احترموا عرض الحريم. ودي كانت بمثابة وعد بالأمان، يعني الراجل اتحمى في الحريم هيعمل ايه تاني؟ المهم ان الضرب استمر لحد ما مات كل المماليك. وتعالى نبص بص على الشعب اللي كان قلق من اللي سمعه. ووقتها الشعب حس ان في حاجة مش مظبوطة بتحصل، وده فكرهم بحالة الفوضى واعتداء الجنود عليهم قبل تولي محمد علي، وده اللي خلى الشعب يلتزموا بيوتهم ويقفلوا محلاتهم. وتاني يوم نزل جنود محمد علي واعتدوا على بيوت المماليك وقتلوهم واستباحوا نسائهم وسرقوهم. وبيذكر الجبرتي ان الاحداث دي استمرت ليومين، واتنهب فيها اكتر من 500 بيت، واتقتل فيها اكتر من 1000 من المماليك، لحد ما محمد علي نزل بنفسه الشارع علشان يقر الامن. وبيذكر عبد الرحمن الرافعي ان من ساعتها محدش قدر يعارض محمد علي ولا يخالفه الرأي طول ال 37 سنة اللي حكم فيهم مصر بعد المذبحة. واما عن موقف محمد علي من المذبحة ففي رأيين. الرأي الاولاني بيقول ان محمد علي مع بدء ضرب النار فضل واقف متشنج، وشه اصفر وعينه برقت وريقه نشف. ولما خلصت المذبحة جاله الدكتور مندريتشي الطبيب الخاص بيه وقال له انتهى الامر واليوم يوم سعيد لسموكم. لكن محمد علي ما ردش عليه وشاور له علشان يديله ميه يشرب. والرأي التاني كان بيقول ان محمد علي كان موجود وكان قاعد عادي بيشيش وما تأثرش بأي حاجة، وبالعكس ده كان بيوزع فلوس على الجنود اللي كانوا بيسلموه رؤوس المماليك، وان هو اللي امر بقطع راس عثمان بيه البواب اللي استنجب بالحريم. وبيذكر المؤرخين ان اول تأثير حصل في حياة محمد علي بسبب المذبحة كانت مقاطعة زوجته ليه. وامينة هانم نصرتلي مرات محمد علي كانت ست غنية وجميلة، ومحمد علي كان بيحبها جدا وكان بيحترمها، لكنها كانت شايفة ان طموح محمد علي هيكون ليه عواقب سيئة عليها وعلى اسرتها، وانها ما كانتش معاه في اللي بيعمله. ويمكن ده اللي خلاها ما تجيش مصر بعد توليه الامارة الا بعدها بكام سنة، وانها قطعته مرة قبل كده في سنة 1808 بسبب عدد الجواري الكبير اللي كانوا عنده، لكنها بعد المذبحة قطعته تماما لحد ما ماتت سنة 1824. وفي
وفي سنة 1816 اتوفى توسم باشا ابن محمد علي في معركة وادي الصفراء في الحجاز، وكانت صدمة كبيرة لمحمد علي ولزوجته لأنه مات صغير وكان عنده وقتها 22 سنة. لكن وفاة أخوه الصغير إسماعيل كامل كانت أصعب وتأثيرها كان أشد على محمد علي لأنه مات موتة بشعة في السودان. والقصة إن إسماعيل كان على رأس الحملة المصرية على السودان واللي ابتدت سنة 1820. لكن بعد سنتين صار الشعب في مدينة حلفاية وشندي ضد القوات المصرية ونهبوا القوافل بتاعتهم، ولما عرف إسماعيل باللي حصل اتوجه لمدينة شندي، وهناك قابل الملك نمر حاكم المدينة وهزقوا وشتموا وضربوا بالشبك على وشه. والشبك ده زي البايب كده كانوا بيدخنوا بيه التبغ زمان، ايوه هو زي اللي مع جده ده. لكن نمر ما ردش الاهانه، وبالعكس ده استرضاه ودفع له تعويض كبير وعزمه على الغدا في قصره. وبعد الاكل بدا اسماعيل يشرب العرق لحد وقت متاخر، ولما جه اسماعيل يمشي راح نمر ادى اوامر للجنود بتوعه انهم يجهزوا شويه حطب وقش الخيل الباشا، ودي كانت الاشاره انهم يولعوا في القصر، والقصر كان مصنوع من القش والحطب. وفعلا نفذ جنود نمر الاوامر وولعوا في القصر، وبسرعه انتشرت النار وحوطت كل اللي موجودين جوه، وبدا جنود نمر انهم يرموا اسماعيل واللي معاه بالسهام. طبعا اسماعيل كامل اتفحم في الحوار ده. كده قدر الملك نمر انه يرد الصعصعين لابن محمد علي، ولما عرف محمد علي باللي حصل بعت ابنه ابراهيم علشان يجيب حق اخوه. ومات اسماعيل كامل وهو عنده 26 سنه، وبعدها ماتت أمينة هانم مرات محمد علي بعد أكتر من 13 سنة من القطيعة. ومن بعد وفاة زوجته بدأ محمد علي يصنع المجد، وحلم وقتها أن يؤسس خلافة قوية. لكن إنجلترا كانت خايفة من نوايا محمد علي لأنها كانت ما صدقت أنها تضعف الدولة العثمانية. وبعد ما محمد علي هزم العثمانيين في معركة نزيب ومعركة كونيا ووصلت قواته لحد الأستانة عاصمة الدولة العثمانية، قدرت إنجلترا أنها تحد من زحفه وتحجم تقدمه، وانتهى الأمر بيه لحكم مصر بس وتسليم كل الأراضي اللي فتحها. وطبعا معاهدة لندن كانت بمثابة الحكم بالإعدام السياسي على محمد علي. وفي الوقت ده ما كانش فيه إلا محمد علي وابنه إبراهيم بعد وفاة مراته وأولاده الاتنين. وكان محمد علي كبر في السن، وكانت صدمة كبيرة لمحمد علي لما عرف إن الدولة مديونة بأكتر من 80 مليون فرنك، وزاد عليها إنه عرف إن ابنه إبراهيم مصاب بالسل، وده معناه إن إبراهيم أيامه بقت معدودة في الدنيا. والأسوأ بقى من ده كله إن عباس حلمي هو اللي هيورث العرش في مصر، ودي في حد ذاتها كانت كارثة على محمد علي. تخيل ان كل اللي عملته في حياتك انت مضطر ان انت تديه لواحد من احفادك ولا بتحبه ولا هو بيحبك. وبغض النظر بقى عن الحب، فمحمد علي كان شايف ان عباس حلمي كسول متراخي لا يصلح لشيء. وبصراحة كان عنده حق، لان عباس حلمي كان واحد من اسوأ حكام اسرة محمد علي، ويمكن هو الوحيد اللي ممشيش على نهج جده، واتصف عصر عباس حلمي بالرجعية. وبعدها أصيب محمد علي بالبارانويا والزهايمر، وبيقول نبار باشا في مذكراته إن محمد علي أصيب باضطراب عقلي، وبقى بيخبي ضعف قواه العقلية بالتزام الصمت لفترة طويلة. وبيحكي نبار باشا إنهم كانوا في مرة في رحلة علاج في نابولي، وسمع محمد علي عن الثورة اللي قامت على صديقه لويس فيليب ملك فرنسا، وبسبب الجنون محمد علي بقى بيهدد إنه هيروح يحارب الثوار، وإنه كمان حط خطة للحرب، وده اللي خلى الأطباء يفقدوا الأمل في شفائه، وطلبوا منهم إنهم يرجعوه على مصر. واتعمل وقتها مجلس وصاية عليه، وبقى إبراهيم باشا هو اللي بيحكم مصر، وبقى محمد علي محبوس في أوضته. وفي أوضته محمد علي كان قاعد يدخل حروب ضد العثمانيين والإنجليز، وكل مرة كان هو اللي بيهزمهم طبعا. وأما عن إبراهيم فعانى في آخر أيامه من السل، وكان مصاب بالأرق المزمن، وكان نومه متقطع، وكان بيجيله كوابيس في الوقت ده بسبب ضحاياه في الحروب، وربما ده كان بيحصل بسبب الندم وشعوره بالذنب، لحد ما مات إبراهيم باشا في يوم 10 نوفمبر سنة 1848 بعد ما حكم مصر 6 شهور. وبعد وفاته محدش مشي في جنازته إلا الفلاحين، وبعتوا لعباس حلمي علشان يجي يتولى حكم مصر. وفي الوقت ده كان عباس حلمي عايش في جدة علشان ما يحتكش بعمه وبجده. وبعدها ب9 شهور مات محمد علي سنة 1849، وكل اللي خاف منه محمد علي حصل. عباس حلمي ضيع كل جهود جده وعمه، وحتى ما عملش لمحمد علي جنازة تليق بيه. وفي النهاية محدش يقدر ينكر ان محمد علي هو واحد من اعظم الشخصيات اللي ظهرت في تاريخ مصر. محمد علي اللي عاش في مصر 48 سنة، دخلها جندي عادي وقدر يوصل فيها لانه يبقى مؤسس مصر الحديثة. وعلى الرغم انه هو اللي اطلق اللقب ده على نفسه، الا ان محدش من المؤرخين قدر يعارض محمد علي فيه. وفي كتابه عصر محمد علي ذكر المؤرخ المصري عبد الرحمن بيه الرافعي ان مفيش جدال ان محمد علي قد سمى باعماله الى مصاف عظماء الرجال، وان عظمته بتتمثل في طموحه. وبالرغم من النشأة المتواضعة قدر يتحول من مجرد جندي بسيط في اليونان الى حاكم واحدة من اهم واقوى الدول في وقته. وفي كل اللي درسناه في تاريخنا ايام الدراسة ما كانش في حد بيثير اعجابنا اكتر من محمد علي باشا. ولو انت مهتم بتاريخ محمد علي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول.